راح استعرضها أمامكم مصورة. الدليل الأول دائما بالمراكب المصرية اللي تستخدم بالنهر، رموزنا احنا رأس المركب لو رأس كلب أو رأس قطة، هاي رموزنا. من اجوا العراقيين جابوا لنا رأس أسد، رأس ثور. احنا بحضارتنا الفرعونية ما عندنا أسد وثور، عندنا كلب وقطة وهالمسائل، الحيوانات الأليفة. هذا الدليل الأول، وعرض سلايدات. قال الدليل الثاني، احنا بمصر نزرع القطن والكتان يعني هذني المسائل، هذا ما نزرع شلب، رز، عيش، ولا قمح ولا شعر. اقصد ايام الدولة الفرعونية لما اجوا العراق من جنوب، العراقيين من جنوب العراق السومريين جايبين وياهم بذورهم واكلهم بالطريق، فبدأوا يزرعون الرز والقمح فانتشرت زراعة هذا النوع من الزراعة. وإليكم هاي القراءات المسمارية، ثم بدأ يعرضها ويقرأها أمامنا، يعني إنه شلون العراقيين نقلوا هذا النوع من الزراعة. دليل الثالث وهو هنا اللي راح يثير ضجة في القاعة، وأني بعد ما أحكي أيضا راح يثير ضجة مصرية عراقية، إنه الأهرامات عراقية، تصميم عراقي. يا شلون، شنو الدليل؟ لأن أنا القاعة ظل صافن. قال ذولا من اجوا بالآلاف السومريين إلى جنوب مصر بدوا يموتون غير يدفنوهم، فمن يدفنوهم سووا المقابر مالتهم مثل الزقورة مال إبراهيم الخليل، طوابق تحت الأرض، يعني يحفرون تحت الأرض أفرض بعمق 10 أمتار، ويدفنون أول جزء من الموتى، تمتلئ المقبرة، يجي الجزء الثاني فوقها عبارة عن لحود، يعني واحد فوق الثاني على كبر الإنسان، فيجي الطابق الثاني فوقها يدفنوه، طابق الثاني كلها تحت الأرض. فلما ترتفع فوق الأرض مجرد مقبرة مثل الزقورة اللي عندنا احنا في أور قرب الناصرية. اجى فرعون شاف هذول بهالطريقة يدفنون الموت. حسب كلامك شاف العراقيين، طبعا حسب كلام عكاشة الدالي، مو كلامي، لأن أنا ما عندي هاي المعلومة، وخلاني بالنسبة إلي دايخ بأنه ربما شعب جنوب مصر الجدعان ذول العراقيين من سومرة، لأنه فعلا الجيم يلفظوها جيم، ما يلفظوها يا جابر، يقول لي ما يقول لي يا جابر، يعني ما خلاني. وبعدين عندهم الثأر وين موجود بمصر؟ تسامع لك مصري بالقاهرة يدور ثار؟ مينكو، بس بالصعيد. زين الصعيد مينكو، مصر ما بيها ثار. من العراق عندنا ثار من قبل 10,000 سنة لحد الآن، واحد يدور ثار الثاني وينتقم من عنده. انتقلت هاي مصر، انقلنا حضارة ثأرية، مو بس حضارة سومرية. على أي حال، طيب. فقال اجى فرعون قال هاي نفس المقبرة علّوا لي اياها للسماء، اريدها تناطح السماء، فانبنت الأهرامات بهذه الطريقة. طبعا هو أنا أقدم سلايدات، قال تفضل هاي أول مرة بناء القبور عندنا بمصر، ثم من مجيء العراقيين هكذا، ثم تطور الأمر إلى أهرامات متعددة. طبعا أثار ضجة بالقاعة، وتعرض الرجل إلى يعني تنكيل وإساءة خاصة من المصريين. قالوا له أنت جاي تحكي عن حضارة قائمة بذاتها، شنو العراق وسومريين وهاجروا إلى مصر، مين جايب أنت هذا العلم؟ قالوا زين إحنا نعترف، إحنا المصريين نعترف بأنه العراقيين سبقونا بالحضارة 1000 سنة، عمر الحضارة العراقية 8000، عمر الحضارة سنة، عمر الحضارة المصرية 7000 سنة، على الأقل أكو فارق بيناتنا 1000 سنة، هاي تعترفون بها، بس من نقول لكم صارت هجرة ما ترضون تعترفون. ليش؟ قصدي هذه واحدة نموذج من المحاضرات التي كانت تلقى في ديوان الكوفة. الآن لما أروح أنا لندن وأمر على ديوان الكوفة، أوقف 5 دقائق بحجة أشرب عصير من اللي قباله، وأتأمل وأتذكر، أقول هاي السنوات عقد من السنين قضيته فيها.